النظام الإيراني. وشاهد الوفد الزامبي والضيف من أحد المراصد في مواقع قطاعات الفيلق الحصينة، شاهد مواضع القوات الإيرانية المقهورة وأفرادها لا يجرؤون على التحرك من مواقعهم جراء النيران الحامية التي يوجهها لهم المقاتلون العراقيون البسلاء. ورافق الوفد في زيارته القاطعة عدد من الرفاق أعضاء مكتب العلاقات الخارجية في القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي والسفير العراقي في زامبيا. أكد المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة نائب رئيس السيد ألكسندر كيريزولو السكرتير العام لحزب الاستقلال الزامبي الوطني المتحد والوفد المرافق له. ونقل السيد ألكسندر زولو خلال المقابلة رسالة خطية إلى السيد الرئيس صدام حسين من السيد كينيث كاوندا رئيس جمهورية زامبيا تخص العلاقات الودية الوثيقة بين البلدين الصديقين. أكد السيد الرئيس القائد صدام حسين متانة الأوضاع في جبهات القتال والقدرة العالية لمقاتلين الأبطال على دحر العدوان الإيراني وسحقه وإفشال أهدافه ونواياه العدوانية الشريرة. وعبر السيد ألكسندر كيريزولو عن تضامن زامبيا حكومة وشعبا مع العراق في معركته العادلة بوجه عدوان النظام الإيراني الذي يستهدف كرامته واستقلال العراق. وحمل السيد الرئيس صدام حسين السيد ألكسندر كيريزولو تحياته إلى الرئيس الزامبي كينيث كاوندا والشعب الزامبي الصديق. وضم الوفد المرافق للسيد ألكسندر زولو السادة دانيال لومولو عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال الزامبي الوطني المتحد، والجنرال ام ماشيكي عضو المجلس الوطني الزامبي وزير الدفاع، والسيد ام مونديا وزيرة الدولة للشؤون الخارجية، والسيد ار ام جونكو وزير الدولة لشؤون الإعلام. وحضر المقابلة السادة سكرتير رئيس الجمهورية والسكرتير الصحفي والإعلامي لرئيس الجمهورية والسفير العراقي في زامبيا. بيان السكرتير العام لحزب الاستقلال الزامبي الوطني المتحد والوفد المرافق له. ونقل السيد ألكسندر زولو خلال المقابلة رسالة خطية إلى السيد الرئيس صدام حسين من السيد كينيث كاوندا رئيس جمهورية زامبيا تخص العلاقات الودية الوثيقة بين البلدين الصديقين. وأكد السيد الرئيس صدام حسين متانة الأوضاع في جبهات القتال والقدرة العالية لمقاتلين الأبطال على دحر العدوان الإيراني وسحقه وإفشال أهدافه ونواياه العدوانية الشريرة. وعبر السيد ألكسندر كريزولو عن تضامن زامبيا حكومة وشعبا مع العراق في معركته العادلة بوجه عدوان النظام الإيراني الذي قدم السيد ألكسندر كريزولو تحياته إلى الرئيس الزامبي كينيث كاوندا والشعب الزامبي الصديق. وضم الوفد المرافق للسيد ألكسندر كريزولو السادة دانيال لومولو عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال الزامبي الوطني المتحد، والجنرال أماشيكي عضو المجلس الوطني الزامبي للإعلام. وحضر المقابلة السادة سكرتير رئيس الجمهورية والسكرتير الصحفي والإعلامي لرئيس الجمهورية وسفير العراق في زامبيا.